ثم المرأة ثم المرأة أصلا ماذا تعني كلمة المرأة؟ المرأة أولا هي الأم والأخت والزوجة والبنت والمرأة هي نصف المجتمع، هي نصف المجتمع. رغم ذلك فإنه لا تخلي المشاكل ما تخليش بين الزوجين يعني. وأعتقد أن المخرج حقنا اتصايح هو وزوجته ويعني قرر يعمل هذه الحلقة. ويعني وعندما تصايح أنا وزوجتي فإن العلاقة يعني مستمرة، يعني سمن على عسل. وما اشتيش أي مخرج يخرب العلاقة بيني أنا وزوجتي. أنا ماناش مجنون يعني أتشاجر أنا وزوجتي وبعدين أين القول بالشارع؟ مو أنا مجنون. وقد توصلنا أنا وهذا المخرج هذا هو طبعا أنتم مش تشوفوها كذا ما تصلح. أنا توصلت أنا والمخرج هذا على إنه نلتقي بأول امرأة تخرج من السوق هذا. إن خرج ماشيش نطلع له إحنا ونشوف مشتره أولا وكيف يعني تسوي في يومه وكيف يعني تسوي في يعني هل هي تهتم بأسرته ولا لا. هذا كله شنو نلقوا يعني للحين لما نطلع لعند المرأة بعدين. ايوه تعالوا معيش اوريكم المرأة اللي كلمتكم مني خارج. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أختي العزيزة احنا معنا موضوع يعني نتكلم عنه، بس يعني نشتي من حضرتك نطرح عليك بعض أسئلة بسيطة. مثلا أول سؤال يقول هل أنت مرأة أم رجل؟ منين امتشي على السؤال هذا؟ أقول لك بريدي من الموضوع هذا بقول له مشترك اليوم ما شاء الله أكيد خربتي لزوجك اليوم بشراء هذه الحاجات وهن حاجات يعني مفيدة وضرورية. حزازة ايوه اشتريت اكيد اشياء مفيدة وضرورية. مثل ايش؟ شامبوهات، كريمات وجه، ومعزة بشرة، اشياء نسائية يعني مهمة. ايوه حاجة ضرورية يعني كريمات وشامبوهات يعني حاجة ضرورية. خلوا بالكم أعزائي المشاهدين، الكريمات والشامبوهات هذو حاجة ضرورية لسعادة الأسرة. هامو جالسين على أول هرد وخيار مو هذه الطنفسة. وما شلك مثلا دخلت المول اخذت فساتين سهرة، جيبات، اخذت جنزات، بلوزات، اشياء مهمة. ايوه ضروري جنزات فساتين جيبات. هامو هذه المرأة العصرية ضروري. مو شل الفساتين وجيبات ومدري مو تخرج تحلف، لا ضروري يعني لما تركب الدهون كريمات ولا هذا ضروري تلبس فستان. ايوه هذا ضرورية. ومش اللي اهم حاجة العطور والمكياج. العطور والمكياج. انا كنت جابر نفسي او قلنا انت نسيتي يعني، لكن ما شاء الله عليك ذكرتي مكياج ضروري لانه سر جمال المرأة المكياج. ويعني قلدك الله شليك القلافة ذو كلها وما ذكرتي زوجك يعني واولادك يعني وما ذكرتيهمش حتى بسكوت ابو 10 يعني. اقصد لا تزعليش، اقصد يعني ما لفتش نظرك ان انت تشلي لهم اكل على الطريق ولا هم متعودين يرقدوا من دون عشاء. يا ربي مقابوه ولا نسيك العشاء بالسوق. لا همو نسيت الاكل على النار في البيت. الله هي اقضبي اسرعي اركبي موتور لا يحرق الشفوه. كيف يحرق؟ يحرق دمه. عبدو حيدر من هنا سيتيمو خليكم معانا.